السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم صحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم البنات افكار وحيل للتنظيم والتنظيف، افكار بسيطه غادا تنظموا وتنظفوا المطبخ ديالكم بصفر درهم البنات، غير بهداكشي اللي عندكم. الصراحه خاصكم تخدموا غير العقل ديالكم، ما تحتاجوش المنظمات غاليين ولا تحتاجوا شي افكار اللي غادي يكلفوكم الفلوس باش انكم تنظموا وتنظفوا المطبخ ديالكم. قبل ما نبدا معكم لا فيديو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. غدا نشارك معكم البنات حتى المشتريات اللي شريت غير ب3 دراهم، صراحه نظمت بهم. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى الفيديو تكملوه حتى الاخر، صراحه مفيد بزاف ومداو على بركه الله. بالنسبه للفكره الاولى غادا تعجبكم بزاف. كانت سولتني واحد المتتبعه من خلال الفيديو اللي حطيت في القناه ديال افكار وحيل بمناسبه عيد الاضحى، كيفاش نمسحوا الثلاجه وما تصفارش لينا. قالت لي الثلاجه ديالك بقات بيضاء، كيفاش ديري تتمسحها؟ ضروري تديروا داك التنظيف العميق مره جوج مرات ولا 3 مرات ولا 4، ملي تتبغيو بحال ما كتقداو كل اسبوع تتمسحوا ديك المسحه الخفيفه. تناخذ البنات بخاخ، غادا ناخذ هنا الخل. انا تنستعمل هذا خل طبيعي تنشري من بيم فيه اترو، داير 10 دراهم البنات. صراحه زوين بزاف، باش عجبني انه طبيعي كما قريتو راه ناتوريل وفيه كميه كثيره. انا تنفضل تستعملوا هادو، تنستعملوا في بزاف الوصفات البنات. غادا ناخذ البخاخ، مثلا درت نصف كاس ديال العنبه ديال الماء، تندير الضعف ديال الخل، يعني كاس ديال الخل. كيف ما شفتوا معايا دائما الاقتصاد تنديرو في بخاخ، تعاوني انني تندير كميه قليله، وحتى ملي تنديرو تيوصل الاماكن، بزاف الاماكن. ملي تطرشي بحال ما هكا يحسن. ملي تتكبي تيضيع لك الخل والماء اللي خلطتي. وهنا درت الماء غير باش نخفف الخل. هادشي اللي كاين. بالنسبه ملي تبغيو تمسحوا الثلاجه ديالكم ديما حيدوا البريز. علاش؟ لان الثلاجه تتخليوها خدامه وانتم تتحلوا الباب، خصوصا لك كان الحال سخون، راه تيبدا هذاك الهواء السخون تيدخل الثلاجه ديالكم، وتتخلي الثلاجه ان الموتور تيبذل مجهود كبير باش يحافظ على هذيك درجه البروده اللي عندكم. هنا تنوريكم هذيك البسبوسه ديال السميده وصوص الشوكولا. الصراحه دائما نديرها، تتعجبني بزاف. خصوصا وليداتي، زوينه بزاف، صحيه بالسميده. انا غادا نخليها لكم الفوق هنايا الطريقه ديالها. نتمنى انكم تدخلوا الفيديو، الصراحه اقتصاديه وزوينه. كيف ما قلت لكم دائما حيدوا البريز من تبغوا تمسحوا الثلاجه ديالكم باش ما تخسروش الثلاجه ديالكم. هنا كيف ما شفتوا معايا تندير هذاك البخاخ على الثلاجه كامله وتنمسحها، تتحافظ على الثلاجه. مره تديروا ديك المسيحه الخفيفه، وتا الثلاجه ديالكم تتبقى نقيه وما تتصفارش لكم. هذه هي الطريقه ديالي البنات، وهذه هي اللي تندير دائما. تنخلط الماء مع شويه ديال الخل، حتى مني ما كانش عندي هذا الخل ديال بيم. صراحه انا ننصحكم تاخذوه حيت فيه كميه كثيره وثمن مناسب. انا ما تنفضلش هذاك الخل العادي، هذاك الصفر ما تيعجبنيش، حيت اول حاجه فيه الريحه، وحتى الا خدتو الخل الابيض تيكون زايد شويه في الثمن والكميه ديالو قليله. اللهم خذوا هذا استعملوه في بزاف الوصفات. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما نظفت الثلاجه، بغيت غير ننصحكم بهذوك هادو البنات اللي تنحطوا بحال ما هكايا في اللي تنفرشوهم فوق الطاجيرات ديال الثلاجه. البنات راهم زوينين عمليين، تقريبا دايرين 13 درهم وتيبقاو معاك مده طويله. غير تتمسحوا ولا تغسليهم بحال ما هكا آه، بالصابون ديال غسل الاواني. صراحه راه تبقى معاكم مده طويله. هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد المشتريات خديتهم، صراحه زوينين. كنت لقيتهم غير ب3 دراهم وعجبوني. السيد اللي تيبيع هادشي ديال 3 دراهم صراحه عاملين. منهم البنات هاد الشبيكات هادو، كيف ما شفتوا معايا هاد الباج هادو. الصراحه انا كانوا عاجبيني بزاف، وكان الثمن ديالهم غالي، وملي لقيتهم خديتهم. وتا هادو البنات راه خديتهم غير ب3 دراهم. كان داير السولد. كيف ما شفتوا معايا تنديرهم بحال ما كيعاونوكم تنظموا بهم البلاكارات ديال المطبخ ديالكم. وتا هنا في الثلاجه صراحه عجبوني عمليين، نظمت بهم. وكيف ما شفتوا معايا مسحت الثلاجه ديالي. دابا من بعد ما ساليت راه غادا نسد نرجع لها البريز ديالها تخدم هذيك الساعه، وغادا نكون حافظت على الثلاجه ديالتي ما تخسرش ليا، ونظفتها بطريقه اللي زوينه. هنا كيف ما شفتوا معايا خديت هذاك الخليط ديال
بيكربونات الصودا والفاني صراحه تيمتص الروائح ديال الثلاجه وتيخلي واحد الريحه زوينه. هنا البنات كيف ما شفتوا معايا غادا ناخذ هذا المنظف ديال الزجاج البنات، راه تناخذو من بيم سميتو اكس، صراحه زوين تيخلي واحد اللمعه زوينه. تنمسح به الانوكس، مسح به بحال ما الثلاجه، وتنمسح به حتى الدجاج، صراحه زوين بزاف. بغيت نشاركو معكم. هنا البنات ندوز واحد الروينه عندي كيف ما تتعرفوا دائما تناخذوا اي حاجه منها درهم 2 دراهم تتشاط لينا تتشاط لينا كل حاجه بحال ما خدنا درهم ديال النافع ولا درهم ديال الصانوج، المهم تتشاط لينا. هاد الروينه هذه اللي عندي نوريكم واحد الفكره اللي زوينه بزاف. هنا عندي هاد الصبيرات هادو البنات لي ترونسبارون كنت خدتهم بحال ما عارفين في رمضان تنحتاجوا الصبيرات بزاف، وفي عيد الاضحى تبغي دير فيهم سلوت تبغي دير فيهم شباكيه وبقاو عندي غير محطوطين. هنا انا تناخذ الشعير ديال الذره البلدي، تناخذ تقريبا واحد الكيلو تنديرو في العجينه ولا نصب به وصفات تعجبني بزاف. خديت هاد الصبيره هذه درت فيها هاد الشعير عوض ما يبقى في بلاستيكه، من الاحسن نديرو في هاد الصبيرات غير يبقاو محطوطين. طاحت عليا الفكره قلت علاش لا يبقاو منظمين بحال ما هكايا، غير نحط وحده فوق وحده وما تبقاش هذيك الروينه. كذلك عندي هنا الذره البلديه البنات راه زوينه بزاف، تنستعملها في الخبز بحال ما كمل جال الخبز ديالي تندير الذره البلديه صحيه للوليدات، راها زوينه لفقر الدم. ولا بغيتي ديري حسوه بزاف الوصفات ديريهم بهاد الذره البلديه، ولكن اكثريه انا تنوظفها في الخبز. كيف ما شفتوا معايا هاد السوبيرات كانوا غير يبقاو محطوطين، قلت علاش لا ندير هاد الفكره هذه. صراحه عجبتني حتى هادو البنات كنت واخداهم وتا هما باش عجبوني الحاجه لي ترونسبارون تتبين لك اش كاين من وسطها. بالنسبه لي انا تما راه باين راه كاين الشعير وتما راه باين كاين الذره. هنا غادا ننظف فيها غير المواد ديال الحلوى، غير داكشي اللي تنحتاج في الحلوى كامل غادا ننظموه هنايا وغادي يبقى باين. يعني الصوبيره غير غادا نحطها بحال ما هكايا، ملي نبغي شي حاجه ديال الحلوى راه باينه بما انها ترونسبارون غادي تبان ليا راه هادي فيها غير هذاك الشيء ديال الحلوى مجموع فيها كامل. هاد الصوبيرات الصغيورين البنات تا هما راه عاملين وزوينين، ملي بحال ما كتاخذوا القرنفل تاخذوا شي حاجه اللي تاخذوا كميه قليله وتتشاط لكم تديروها فيها. هنا كيف ما شفتوا معايا في البلاستيك راه خليتها في البلاستيكه، واللي عندي الصبيره راه تنديرها تنقضي بها داكشي اللي عندي. ما تنكلفش على راسي نمشي نشري منظمات ولا نشري. ان شاء الله باذن الله ملي غدا نكمل المطبخ ديالي ان شاء الله في حيت باقا انا ما دايرهش بلاكارات البنات. ان شاء الله هذيك الساعه راه غناخذ كل حاجه اللي غادا تجيني ببلاصتها، ما تنبغيش انا ناخذ الحاجه اللي ما غاداش نستعملها واخرتها غدا اللوحه. تنبغي ناخذ الحاجه اللي ان شاء الله باذن الله نحطها في بلاصتها وتجيني يا هذيك، ولا خديت ناخذ شي حاجه اللي تتكون زوينه. هنا هاد الصوبيرات كيف ما شفتوا معايا الصغيورين راه عمليين وزوينين البنات، غير خذوهم. انا درت فيهم الصانوج بقى ليا في القاعد درت فيهم الصانوج. نظمت في هاد الصوبيره هذه راه الحجم ديالها صغيره ولكن راه هزات ليا صراحه. هاد الفكره هذه زوينه بزاف، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتتبعات ديالي. تهنيت من هاد الروينه هذه اللي كانت محطوطه، تتبقى محطوطه ما تتعرفي اشنو كاين فيها وتيخسر مع المده. السوبر الاولى درت فيها داكشي غير اللي خاص بالحلويات، والسوبر الثانيه راه داكشي اللي بقى ليا البنات كيف ما شفتوا معايا راه باين وواضح. ها انتم اللهم هكا منظم. ولا هذيك الروينه اللي كانت غير بهذاك الشيء اللي عندي نظمت الكوزينه ديالي. بالنسبه لي هنا البنات عندي هاد الماينات هادو كيف ما تتعرفوا ملي تيكون بحال ما رمضان تنجبدو الماعن ديال رمضان تقربوهم لينا، ولا الماعن ديال الضياف، ولا بحال ما هكايا الماينات اللي غادا نحتاجو. ملي تتوصل الفتره راه تنرجعوا الماينات لبلاصتهم ونجبدوا الماعن اللي غادا نحتاجو بحال ما هكايا بشكل يومي. هنا عندي هاد الماينات هادو ما عنديش الكراطن ديالهم صافي غادي يبقاو ما عندي كي غندير لهم. عندي هاد السوبيرات هادو راه كبار بزاف البنات، كنت خديتهم في اسبوع ديال ولدي ملي بغيت نصايب الحلوى كان خاصني سوبيرات كبار باش ندير فيهم الحلوى صافي. وبقاو عندي هاد السوبيرات هادو ما عندي كيفاش نستعملهم، كانوا غير محطوطين كيف ما شفتوا معايا صافي. طاحت عليا الفكره قلت علاش لا ما نديرش فيهم هاد الماينات هادو. كيف ما شفتوا معايا السوبيرات البنات راه كبار وراه هزوا ليا ما شاء الله الماعن، ستفت فيهم هاد الماينات هادو. صراحه كانت الفكره زوينه بزاف
وعجبتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. الصراحه غادا تعجبكم وغتستافدوا منها. لا عندكم صبيرات بحال ما هكايا غير استعملوهم هاد الغرض. ها هما المعينات ديالي غادي منظفين مقادين كلشي. غادي نديرهم في هذاك الصبيرات البنات. غادي ما غاديش يعمروا ليا بالغبره كيف ما تشوفوا معايا. راه انا ما عنديش البلاكارات البنات. ها انا استفتهم ندير وحده فوق وحده ولا نحطهم بحال ما هكا لتحت وندير فوقهم كريطنات اخرين ديال المعينات. وهاد الفكره هذه نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. صراحه عمليه خلي لكم الماعن ديالكم ما توصلهمش الغبرات يبقاو نقيين. وحتى المعينات كيف ما شفتوا معايا تحطي صابيره فوق صابيره ولا وتتبقى عندك المساحه انك تحطي فوقهم حوايج اخرين البنات. اول حاجه ما تتغبروش ديك المعينات تيبقاو نقيين. تاني حاجه تيبقى هادشي منظم وما تحتاجيش انك تشري شي منظمات كيف ما تنقول لكم كيف ما ديما بهذاك الشيء اللي عندك غير تخدمي دماغك. هذاك الشيء اللي عندك راه تنظمي به المطبخ ديالك. ماشي بالضروره انك تشري منظمات اللي غاليين باش المطبخ ديالك يكون نظيف ومنظم. نتمنى هاد الافكار هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. لاول مره تيشوف القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امرا. المشتركات الغزالات ديالي عارفاكم ما غاداش تنسوني من لاجام. غادا تشجعوني بزاف انني نشارك معكم الجديد. وما تنسونيش من لي كومونتير من بارطاج مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم. وهذا هو لا فيديو ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وغادا نقول لكم خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.